من أسخف بل وأسفل الإفيهات اللي بتطلع دايما من الفريزر أيام الانتخابات وأيام أي استحقاق دستوري للمصريين هو الإفيه المنحط بتاع دولة العواجيز أو جيل العواجيز. وسبحان الله، أنا عمري ما شفت عيل بيقول الإفيه ده إلا وما كانش شاف بربع جنيه رباية. فأنا الحقيقة جاية النهاردة أعرفك مين هم العواجيز وجيل العواجيز اللي أنت بتقل أدبك عليهم. العواجيز دول يا حبيبي اللي صبروا على نقص السلع الأساسية، لا ندبوا على 8 كيلو السكر ولا كيلو البصل اللي ما كانوش موجودين أصلا. العواجيز دول اللي بنوا جيشهم بالمجهود الحربي علشان يحققوا النصر. العواجيز دول اللي بلعوا مرارة الهزيمة وصبروا بالسنين عشان يحولوها لانتصار. بس ايه؟ انتصار بجد بقى، اللي بيرجع لك أرضك وعرضك، مش الانتصارات البلاستيك بتاعت اليومين دول اللي بتقعد تهلل لها يا هلهوله. العواجيز دول يا حبيبي اللي بسببهم وبفضلهم انت قاعد مجعوز دلوقتي جوه بلدك، لا انت مشرد طريد ولا بيتحدف لك مساعدات انسانيه. العواجيز دول اللي اكلوها بملح، مش اللي بيدوروا على بديل للنسكافيه وبيصوتوا على كيلو السكر. العواجيز دول اللي رجعوا لك ارضك زمان ولحد دلوقتي بيحافظوا عليها بإيجابيتهم ونزولهم للانتخابات وتأديتهم دورهم ناحية بلدهم، لأنهم عارفين كويس قوي قيمة الأرض وإيه اللي بيحصل لما بتضيع. العواجيز دول اللي صبروا وضحوا زمان ولسه لحد آخر نفس فيهم واقفين في ظهر بلدهم. في الوقت اللي انت نايم فيه على بطنك بتكتب بوستات تتريق عليهم مش هيعرفوا يردوا عليك. فقبل يا شاطر ما تردد الإفيه ده عن جهل وكركر كركر كر، افتكر انك عايش دلوقتي بفضل دعوة وبركة العواجيز دول. الله لا يحرمنا من جيل العواجيز العظام، الله لا يحرمنا من بركتهم ودعوتهم المستجابة لمصر، ويخلصنا من اللي واكلين ناسهم.